احلى صباح هو صباح يوم العيد. يعني يوم العيد ده، وطبعا الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده موجود في كل البيوت. اول ما العيال تصحى من النوم عشان تلبس لبس العيد، واما يدخلوا بقى ويلبسوا كده ويرجعوا كده منورين وزي الفل. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. النهاردة يعني الفيديو مبهج، فرحة 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 فرحة. قمت الصبح طبعا، زي ما انتم شايفين. يعني هو الفيديو حس انه ملخبط كده، شوية كده شوية كده، بس هو كل مقطع حكاية لوحده أو قصة لوحده. طبعا ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى في كل البيوت، هي تجهيز صينية العيد. أنا جهزتها الصبح بقى، جبت طبق كحك، طبق بسكويت، طبق قرص. عملت صينية حلوة كده من الشوكولاتة والسوداني كل الحاجات اللي هي التسالي دي، وترمس طبعا وحلبة، بس الحلبة بتاعتنا لسه صغنونة كده، ما تنفعش أول يوم، يعني إن شاء الله تاني يوم. بس انا جهزت الصينيه زي ما انتم شايفين. طبعا احنا برضو تجهيز الصينيه ده اصلا بيبقى فرحه يوم العيد. بنجهز صينيه العيد يعني بتاعه العيد، اللي احنا مش حتى عشان الضيوف، عشاننا احنا. يعني مش هقول لكم للضيوف، ولا علشان كل ست بيت وكل الاطفال. لا، حاجه جديده. لازم يوم العيد يكون يوم جديد، ما يكونش يوم عادي كده، ولا يكون لا لا، يوم العيد يوم مختلف. والصينيه دي يا سلام كده، والواحد خارج بيها بقى وتتحط كده، واللي رايح واللي جاي ياكل منها. شوفوا شكلها عامل ازاي. طبعا كل واحد، يعني ربنا يجعل بيتكم كلها اعمار، كل واحد بيعمل على قد مقدرته. في ناس بقى عندها بدل المخبوزات دي يعني 10 انواع و5 انواع، بس انا عملت معاكم الكحك والبسكويت والقرص وبس. ما عملتش بقى لا غريبه ولا اي حاجه تانية. فزي ما قلت لكم الفيديو، يعني كل حاجة بتحصل فيه كأنها فيديو الوحيدة، بس طبعا هي قصيرة. يعني هو فيديو مجمع بس لحكايات كتير، بس هو اليوم واحد، كل ده اليوم واحد أو لصبح واحد، مش لأول لحد الغد. عليكم كل سنة وانتم طيبين وبخير، وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا ان شاء الله. النهارده اول ايام عيد الفطر، طبعا يعني فرحه بعد فرحه رمضان. قد ما احنا زعلنا ان هو راح، قد ما احنا فرحانين بالعيد. يعني زي ما قلنا قبل كده، ان هو جاي بفرحه ورايح بفرحه. كل سنه وانتم طيبين وبخير، وان شاء الله وبسعاده. يلا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، واعملوا شير وسبسكرايب وزيرو. وان شاء الله النهارده هنقدم الروتين بتاعنا بتاع اي يوم عيد فطر. طبعا كل ست بيت وكل بيت لهم كده يوم طقوس، يعني تعتبر طقوس كده في عيد طب تعالى كده، طقوس يوم عيد الفطر. فاحنا النهارده ان شاء الله احنا لسه بادئين اهو، لسه مجهزين الصينيه بتاعت يوم العيد. هنفطر وان شاء الله هنقضي مع بعض اليوم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين وبخير وبسعاده وفي احسن حال ان شاء الله. ويا رب يكون عيد سعيد علينا وعليكم كده ان شاء الله. ما لان عامله لنا دوشه. كل سنه وانتم طيبين. كلم ترى كويس. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ احنا طبعا زي ما قلت لكم الصبح ان احنا اليوم كله هنبقى مع بعض. روتين يوم العيد، روتين اي بيت مصري، وطبعا اي بيت واي واحده ممكن اخواتها يعني مش ممكن، ده كتير جدا بيروحوا لبعض بالذات يوم العيد. يعني حتى ممكن نقعد طول السنه، بس يوم العيد كان ايه هنروح. وانا اخواتي جايين من النهارده دخلوا عليا، ربنا يخليهم لي يا رب وما تحرمش منهم ابدا، واولادهم الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول. انا ابني اللي بيتكلمني كلهم. انا ابني. فحبينا نقول لكم بقى ان ده يعني من ضمن روتين يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم مع الامه الاسلاميه، ودايما كده يا رب ربنا يخلينا على وش بعض ومتجمعين دايما في الهنا وفي الفرح يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. انت يا رموش. كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر سعيد عليكم يا رب، على طول تفضلوا معانا كل سنه وانتم طيبين. يلا بصي هنا وقولوا كل سنه وانتم طيبين. بص على الموبايل ده، يلا كل سنه وانتم طيبين. ايه يا عم اعمل باي باي. انت مش عايز تقول حاجه؟ اعمل باي باي عشان تقول كل سنه. لا ما انتش عايز تقول حاجه؟ يا بتصور. ايه 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 انت عايز تقول حاجه؟ كل سنه وانتم طيبين.
وانتم طيبين. يلا تعالي يا جماعه. يلا تاني تاني. يلا. فيوم العيد بقى بيبقى يوم يعني حاجة تانية، يعني حتى تجمع الحبايب فيه ربنا يخلي لي اخواتي يا رب، وما يحرمهمش من ما تحرمش منهم ابدا، ولا هم كانوا يتحرموا مني، وربنا يخلينا لبعض. بعد اخواتي بقى ما مشيوا، هم ما قعدوش للغدا، كل واحدة روحت بيتها، ربنا ما يحرمها ابدا من بيتها. قلت بقى ادخل بقى على الغدا بتاعنا، علشان طبعا كانت خلاص احنا بعد الصلاة فاجهز الغدا. طبعا انا داخله على الغدا المتين بتاعنا. احنا كنا جايبين رنجة اهي، رنجة الايام دي طازة جدا جدا وحلوة حلاوة، وريحة كل اللي في السوق اصلا، يعني اللي حاطينها بقى جايبينها طازة كده من المصنع للسوق. ريحة التدخين وهي مدخنة كده ريحتها حلوة قوي قوي، عشان كده انا بشمها، غير اللي بتبقى موجودة بقية السنة، تحس ان هي بيحطها بقى في الفريزر عشان يحافظوا عليها، وتحطها في الثلاجات، فما بتبقاش لا ما هي زي بتاعت الايام دي. احنا جايبين الايام دي عشان هي طازه بس. فده الفسيخ بقى بتاعنا اللي انا مملحاه معاكم في رمضان، وعملنا الفيديو بتاعه. ما شاء الله ناجح معانا، يعني حلو قوي قوي، ريحته جميله. بسم الله ما شاء الله، لونه كده انا هفتحه دلوقتي معاكم وهتشوفوه قد ايه لونه كده. يعني لونه حلو قوي. ريحته طبعا جميل، وضامنين نظافته مهما كان، احنا ضامنين النظافه بتاعته عن اللي موجود بره. لان انا اللي عاملاه، انا اللي غسلاه، وانا اللي منشفاه، وانا اللي مملحاه، وانا اللي عامله كل حاجه. وده امير اهو، انا امير مستعجل على الفسيخ، قاعد يقول انا هاكل فسيخ، قعدت اقول له ياكل حاجه تانية، بس هو ما مرضيش، عايز ياكل فسيخ. فهو شوفوا شكله والله العظيم يعني احلى من المحلات بكتير. انا مش عشان انا اللي عاملاه، بس فعلا دي الحقيقه. يعني ان الواحد يعمل في بيته دي حاجه كويسه جدا، وخصوصا ان احنا عارفين الاسعار بره عامله ازاي. فلا الواحد يعمل في البيت احسن وافضل بكتير بكتير بكتير. فامير طلع اول هيبقى اساسا عاوز اول واحد هيدوق هو. شوفوا شكله عامل ازاي، وزبده زبده زبده زبده، يعني زبده من الاخر. وطري وريحته حلوه، ولونه شوفوا اللون عامل ازاي، لونه احمر كده وسايح ونايح زي ما بيقول. هي اصلا السمك نفسه كان حلو في اهو امير بيدوق بيستطعم. فرحان ان هو ياكل فسيخ. طبعا بقى مجهزه طبعا الخس والبصل والطماطم والخيار والفلفل الاخضر، طبعا دي من اهم حاجه، والليمون، يعني ما ننساش الليمون. اهم حاجه مع الفسيخ الليمون، يعني بيدي طعم، ولازم الليمون، يعني حتى يقول لك عشان السموم، يعني الليمون عشان السموم وكده. شوفوا شكله عامل ازاي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو مبهج جدا بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين في اول يوم العيد، وان شاء الله باذن الله ربنا يجعله عيد سعيد علينا وعليكم يا رب، واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع الف سلامه.